أنت يا صاحب اليد العليا، يا من أعطيت وما بخلت، ويا من يسرت وما عسرت، ويا من لحاجة أخيك قضيت، ويا من لكربته نفست، إليك هذه البشرى فأبشر، إن الجزاء من جنس العمل. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عز وجل عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. أجل أيها المسلم، فإذا رأيت من أخيك عسرا فأنظره إلى أن يجد شيئا، فقد أمرك الله عز وجل بهذا فقال: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. واسمع لما في ذلك من الأجور. فعن بريدة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة. أعطاه المال فله بكل يوم مضى صدقة، والمال ماله. قال: ثم سمعته بعد فترة يقول عليه الصلاة والسلام: من أنظر معسرا فله بكل يوم مثليه صدقة، أي مرتين. فقلت: يا رسول الله، سمعتك تقول من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة، ثم سمعتك تقول من أنظر معسرا فله بكل يوم مثليه صدقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: له بكل يوم صدقة إذا لم يحل الدين، فإذا حل الدين فأنظره فله بكل يوم مثليه صدقة. بل اسمع يا صاحب المال، اسمع لأثر أجر إنظار المعسر ووضع الدين عنه يوم القيامة. فهذا عبادة بن الوليد ابن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: لقينا أبا اليسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه غلام له، فقال له أبي: يا عم، إني أرى في وجهك سفعة من غضب، إني أرى في وجهك سفعة من غضب. قال: أجل، كان لي على فلان ابن فلان مال، فأتيت أهله فسلمت، فقلت ثمه هل هو في البيت؟ قالوا لا. قال: فخرج علي ابن له جفر وهو ابن 5 سنين صغير، فقلت: يا غلام، هل أبوك في الدار؟ قال: أبي سمع صوتك فدخل أريكة أمي، أي أنه اختفى تحت أريكة زوجته وسريرها. فقال الرجل: يا فلان اخرج إلي فقد علمت أين أنت. فخرج، فقلت: يا فلان، ما حملك على أن اختبأت مني؟ قال: أنا والله أحدثك ثم لا أكذبك، خشيت والله إن خرجت عليك أن أحدثك فأكذبك، وأن أعدك فأخلفك، وكنت أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت والله معسرا، والله لا أجد ما أسدد الدين. فقال له أبو اليسر: الله ما حملك على ذلك إلا هذا؟ فقال: الله. ثم أعادها عليه مرة أخرى: الله. قال: الله. ثم أعادها عليه ثالثا، قال: الله. قال: الله. قال: فأتى بصحيفته فمحاها بيده، ثم قال له أبو اليسر: إن وجدت قضاء فاقضني، وإلا أنت في حل، فإني والله أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله لا إله إلا الله. قال أبو اليسر: بصر عيني هاتين وسمع أذني هاتين، ووعاه قلبي، وأشار إلى مناط قلبه. بل اسمع أخيرا يا عبد الله،
اسمع لخبر ذلك الرجل من بني إسرائيل الذي لم يعمل خيرا قط. اسمع ماذا قال له ربه وماذا قال لربه. فعن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم عند نزع روحه، فقالوا له: أعملت من الخير شيئا؟ قال: لا، لم يعمل خيرا قط. أعملت من الخير شيئا؟ قال: لا. قال له: تذكر. قال: كنت أداين الناس فآمر فتياني أن ينظروا المعسر وأن يتجوزوا عن الموسر. قال: فقال الله عز وجل لملائكته: فتجوزوا عنه. لا إله إلا الله. فكيف بك أيها المسلم لو